ولكن تعالوا بقى نشوف ملك هاني 12 سنة هتقتحم المسرح علينا ازاي والصاحب ساحب. لو ما سقفتلهاش كويس اوه ده احنا كبرناكي كمان سنتين. انا اسف يا ملوكة. ملك هاني يعني انا اتمنى ان هي تكون بنتي، ولا هي بتقول لي عمو محمد كتير قوي، وبابا محمد باباها ومامتها اصدقاء اعزائي جدا، عشره عمري وعارفين سيبي تعالى عارفين بعض بقى لنا اكتر من 5 سنين. يعني انا اتمنى ان ملك تبقى هي وريثه شبكه عرب مصر، وانا ممكن اكتبها لها رسمي واديها باسورد القناه بتاعت اليوتيوب، واديها الايميل بتاع كل شغلي على السوشيال ميديا ملك هاني، لان هي وريث جميل وشاطر قوي. ملوكة اخيرا بعد ما كانت بتقول شعر وبتنقل لنا شعراء كبار جدا، اقتحمت مجال الكتابه وعملت لنا كتاب حلو قوي، قصص صغيره اسمه الصاحب ساحب. فانا هسيب بقى المسرح فضل الملوكة وتعرفنا يعني ايه الصاحب ساحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية قبل أي حاجة الكتاب ده ما كانش هيتعمل وما كانش هيبقى موجود لولا عم وليد عاطف. يعني بجد مش عارفة أقول إيه. هو اللي ساعدني إن أنا أعمل الكتاب ونزلهولي في الدار الخاصة بي. فبجد تحية كبيرة قوي لعم وليد. عم وليد صاحب دار نشر نبض القمة، وهو ضيفنا النهارده، وهو الناشر لكتاب ملوكة اللي موجود معانا واللي اتمنى ان يبقى موجود في كل بيت. اتفضلي يا ملوكة. انا حبيت اسمي الكتاب الصاحب ساحب من الحاجات اللي موجوده فيه. بيتكلم عن غدر الصحاب وازاي احنا نعرف نلتقي اصدقائنا. الصديق كالمصحف، اما ان يسحبك الى الاعلى او يسحبك الى الاسفل، فاحذر اي مصحف تاخذه. يعني خلينا نركز قوي في الجمله دي لان هي هتبقى مصدر حياتنا. احنا لازم ننقي صديق بجد، صديق يبقى معانا في الاحزان وفي الافراح. فهو ده كان يعني مختصر كتاب وحاجه بسيطه جدا كده عنه. انا حابه اقول حاجه لكل شخص ساعدني في حياتي. انا حابه اقول شكرا لأبطال الحكاية كلهم، من شكلوا فينا الحقيقة والخيال. فلكل فصل في حياتي قصة، ولكل سطر ما يقال وما يقال. شكرا لمن عبروا السبيل بخفة، لم يجرحوا في روحنا صفة الجمال. من آثروا كسب القلوب عن الذي كسب المواقف بالتنازع والجدال. شكرا لمن فهموا الغياب وقدروا للبعد من أسبابنا ألف احتمال. شكرا لمن وضعوا الخلاف بحجمه، ما أوقدوا نارا وما قطعوا الوصال، ما أنكروا فضلا وما خسفوا بنا أرضا، وما هدنا نهدد باغتيال. شكرا لمن غرسوا كلاما طيبا بقلوبنا فغدت ربيعا لا يزال، ولنا ابتسامتهم كأجمل بردة، ولهم علينا دائما صبر الجبال. شكرا لمن سكبوا على أرواحنا ثقة فتماسكت بقدوم عاصفة الرمال. شكرا
كلام ملوكه صاحب ساحب. محمد العراقي بقى خدها عندكم في الامتحان يا محمد. اصلا ماشي. سنه كام يا استاذ محمد؟ اصل هي تبقى الجيزه مش القاهره. ملك وروضه بنتي الثانيه بينافسوا بعض في المركز الاول على القاء الشارع على مستوى الجيزه مديريه التربيه والتعليم، وهما الاثنين بيمثلوا الجيزه في مسابقه الشارع على مستوى الجمهوريه. وانا طبعا بتشرف ان انا عارف ملك من 5 سنين وعارف روضه بنتي اللي على كرسي العظم الزجاجي من 2 سنين، وبتشرف ان انا اعرفهم والله العظيم. بس انا عايز اكد على كلام روضه في موضوع الصاحب ساحب. عايز اعرفكم على شخصيه من اروع الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك، صديقي العزيز وكتف بكتف و12 سنه في نجاحات متتاليه الحمد لله، ولولا هو زي ما بيقولوا ما كنت انا. فانا هستاذنه يجي من ورا الكاميرا جنبنا كده لو ملك. اتفضل يا عماد. هم عارفين. اتفضل تعالى معانا بس ثانيه واحده بعد اذنك. انا بس باكد على كلام ملك ان فعلا احنا الاثنين بنسحب بعض للخير، بنسحب بعض للنجاح، دايما واقفين في ظهر بعض جنب بعض. لولا الكاميرا اصلا ما كان ولا كلمه من اللي اتقالت على الستيج هنا هتطلع. فده الاستاذ عماد ذكري صديقي العزيز بيسمعني كل التحيه. دايما انا ببقى صعب عليه قوي كتير لمصلحه الشغل لمصلحته الشخصيه، ولكن ساعات بيزعل مني لان انا دايما حريص عليه وعليا وعلى مصلحه الشغل. فشكرا يا عماد انت صديقي العزيز، وملك اكيد كاتبه لنا قصه في كتابها. شكرا ليك يا عمر. اتفضل يا حبيبي اتفضل. سامعين ايه كده؟ كل ده زي وسطين. عايزك تقولي شكرا لمستر محمد عراقي ان هو يكسب اخر. شكرا يا عم. انا عايزه اقول حاجه لكل طفل معانا من ذوي القدرات الخاصه. انا عايزه اقول لهم انتوا بكره وبعد بكره حلم كل عزيز عليها. انتوا فكره تزيح ظلامها ترسم الفرحه في عينيها، وانتوا طارح جوه روحها شوف في قلب اللي يعاديها. انتوا بذرة في ارضها نور بيحمي عرضها، نار هتحرق كل فاسد ليلها يستر حلمها. انتوا فجر بفرحة طالع، انتوا ضحكة في المواجع، انتوا دير في جنبه جامع، انتوا اخر صبرها. شدوا حيلكم وانصفوها، انجحوا هتنجحوها، ارسموا فيها الامان هتلاقوها في حضنها. فاتحة بابها بحب ليكم مش هتعلى الا بيكم. ما انتوا عنوان المصانع وانتوا محصول المزارع، واللي باني واللي زارع شجرة وانتوا فرع فيها. جيل يسلم جيل أمانة، راية تفضل فوق سمانك. انتوا وردة اللي صنها أو سلاح علي عداها، انتوا وردة اللي صنها أو سلاح علي عداها. شكرا. أي حد عايز يتكلم الكتاب موجود. الكتاب بكام؟ لا كتاب ملك النهارده هو الضرب سعراء 50 جنيه، لكن ملك النهارده بتقول لي يا ابو محمد اي حد هياخد الكتاب في المعرض هنا 30 جنيه وهتكتب له عليه اهداء وهتتصور معاه بنفسها. اوكي يلا بينا نشجع بقى الكتاب الصغيرين. لو سمحتي عشان انا عارف ملك كريمه دول كام كتاب؟ لا مش هيكملوا 50. تسلمي لي حاجه كتب لو سمحتي في 30 جنيه بعد ايدك اوكي وتبقي كل الناس اتفضلي. الحمد لله. انا عايز تطبقوا عادي. ايوه. نورتيني مملوكه. شكرا لك يا حبيبتي اتفضلي.